بمتازة نعيش هذا الأسبوع معرض الكتاب الذي محوره القراءة ثم القراءة ثم القراءة، ونحن على مشارف اختتام هذه الأيام. في اليوم ما قبل الأخير نعيش اللحظة مع رمز من رموز الثقافة المحلية الجهوية الإقليمية الوطنية، مع رجل ابتدأ بإحساسات ووجدانيات حينما انفجر شعرا، فلم تقنعه ولم يقنعه عروض الخليل، بل قفز عن هذه التفعيلات ليدخل في صميم المجتمع، ليدخل السوسيولوجيا من بابها الواسع. إنه المبدع والكاتب لم يعد محليا كما لم يعد وطنيا، فهو الآن أصبح دوليا أو كونيا. لماذا؟ لأنه انتقل بإبداعاته من المغرب إلى أوروبا في مجموعة من الجلسات والورشات، كما انتقل إلى الدول العربية عبر القاهرة في مجموعة من اللقاءات، وهو الآن رئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بتازة. له من الإصدارات الكثير، نذكر من بينها أنثروبولوجية الأدب، الإخفاق الاجتماعي بين الجنس والدين والجريمة، الحركة الاجتماعية بالمغرب، كما له إصدارات مترجمة منها سوسيولوجية الجسد، ومنها رعاة الأطلس، وهي كتب مترجمة. والآن نعيش اللحظة في هذا المعرض وفي هذا اليوم بالذات، هذا اليوم الربيعي بامتياز، هذا اليوم الذي تجتمع فيه ألوان الطيف الربيعية ببياض الثلج على جبال الأطلس والريف، خصوصا ونحن في مدينة جعلها الله ملتقى الأطلس والريف بامتياز، كما جعل الله لها من المبدعين ما لا يعد ولا يحصى. والمبدع بتازة ملزم أن يكون مبدعا متميزا. لماذا؟ لأنه حينما يخرج من منزله تصادفه جبال الأطلس وجبال الريف، وليس عبثا أن يخلق الله لهذه المدينة سلسلتين جبليتين، كما له هذا الممر الذي يطل على الصحراء، فتجتمع قوة الأطلس بشموخ الريف بعبقرية الصحراء، وهي التي أنجبت لنا الدكتور عياد بلال. فليتفضل مشكورا. مساء الخير. بداية أرحب بكم وأشكركم واحدا واحدا وواحدة واحدة على حضوركم وحضوركن لكل فعاليات معرض تازة للكتاب. الشكر لكم موصول بكل تقدير وبكل اعتزاز، كون أنه لا يمكن أن نكرس الثقافة الجادة والفكر الجاد إلا بالدعم والمساندة من لدن كل الأطراف، سواء كانت جمعيات مجتمع مدني أو إعلام أو فاعلين، كتاب، شعراء، مبدعين، مسرحيين إلى آخره. إذن أنا سعيد بتواصل فعاليات معرض الكتاب لليوم الرابع في أفق اختتامه يوم غد، آملا أن تكون الدورة المقبلة أكبر حجما وأعظم شأنا وأهمية في وقت تحتضر فيه الثقافة ويحتضر فيه الكتاب
وتعيش القراءة أسوأ عفوا حالاتها. لذلك فكرنا في اتحاد كتاب المغرب فرعتاز أن ننظم ندوة دولية حول الكتاب وأزمة القراءة في العالم العربي يومي 9 و10 ماي المقبل، بمشاركة عدد من الأسماء بمختلف الدول العربية والدول الأجنبية. لماذا؟ لأن مسألة الكتاب أعتقدها مدخلا أساسيا لمعرفة طبيعة المجتمع وموقعه من الحضارة والمدنية والتقدم. إذن لماذا هذا العزوف على القراءة؟ لماذا هذه اللامبالاة؟ لماذا هذا الحيف الذي يعيشه الكاتب ويعيشه الكتاب؟ فلا خير في مجتمع لا يقرأ ولا يتابع مسارات الكتاب المبدعين والفنانين، لأنه بفضل هؤلاء نتقدم وبفضلهم نضع أرجلنا على الطريق الصحيح. فلا حديث لمجتمع المعرفة إلا بحضور الكتاب المبدعين بمختلف حساسياتهم وتجاربهم ومجالات اشتغالهم. أنا لن أطيل عليكم، طبعا لن أتكلم عن مساري أو عن كتاباتي لكوني أعتبر أنني أحد الأصدقاء وأنتم لستم غريبين عني، فأنتم تعرفون جيدا مساري. فلكي أبقى خفيف الظل نمر مباشرة إلى التوقيع لمن أراد أن يحتفظ بعنوان من العناوين التي أنتجتها في مساري البحثي. مرة أخرى أجدد الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في دعم ومؤازرة وتشجيع معرض تازا للكتاب، وفي دعم كذلك كل الأنشطة التي يقوم بها فرع اتحاد كتاب المغرب الذي سيظل يراهن على الثقافة الجادة والفكر الجاد، ويظل شامخا بفضل أعضائه وإنتاجاتهم وإبداعاتهم. وأعتقد أن ما أنجزناه في السنة المقبلة من إصدارات لأعضاء الفرع هو لبنة أولية وأولى في مسار دعم الكتاب ودعم إصدارات هؤلاء الأعضاء الذين تشرفت بالعمل معهم سويا، ويشرفنا كذلك انتمائهم لهذه المدينة بطبيعة الحال، فهم أسماء ليست محلية بل وطنية وعربية. إذن الشكر مرة أخرى مجدد إليكم جميعا وإلى كل من دعمنا وسيدعمنا، ودمتم رائعين جميلين مبتسمين.